بسم الله الرحمن الرحيم. للي أول مرة بيشوفني وبيتابعني، أنا إيماني ودي قناتي، قناة المبدع في مفروشات وتفصيل. معانا النهاردة طريقة عمايل الزينة لرمضان. هنعمل الأشكال الجميلة دي وهنبدأ معانا. يلا اما نقول. طبعا أول حاجة بنقص الشرايح الرفيعة ديت اهو، طبعا عشان تيجي مسوية بعضها. هاتني الورقة معايا اهو. تعمل مثلا وليكن المقاس ده كده، مقاس يكون رفيع تمام اهو. باخد نفس المقاس اهو، نفس المقاس. طبعا مش هعمل الورقه كلها، هقص لحد هنا كده اهوت اهو. هبدأ بقى كده نمحت حد دوت اللي اقص من عنده اهو اهوت. هوريلكوا برضه اهو اهو كده بطريقه بقى سهله، ولا تبقى الورقه معايا طويله ولا حاجه اهوت. هكتب لكم اهو السير اهو بقى طويل معايا ازاي بطريقه حلوه وسهله اهو اهو. طبعا بنقص مقص الورق وايه، وكمان محددين عشان ما نغلطش في القص في المقاسات ولا حاجه. طبعا الورق سهل بنطبع، يطبع معانا ويطبع معايا اهوت. بقص من الطبعه وابقى انا كده علمت المقاس، والمقاس اللي جاي معايا كده مظبوط من غير حير اهو اهوت. وابقى انا كده اهو اهو. ده اخر حاجه معايا اهو. طبعا زي ما انا قايل لكم احنا عاملين الطبعه اهو اهو. عايزه تفرديها ماشي، عايزه تعمل علامه تانيه ماشي. خلاص انا بقى كده معايا اللون ده عايزين بقى لون كمان عشان تبقى كل واحده لون اهو. طبعا احنا بنعمل شرايحنا الاول ديت اللي كان مقاس واحد زي ما انتم شايفين هنا اهو. ابدا ادخل معايا بقى على اللون الاصفر، برضو بتني الورقه اهو. هاخد برضو المقاس بتاعي اهو زي ما انا قلت لكم. طبعا دي اسهل حاجه، طريقه سهله جدا اهو. وده طبعا معانا زي ما انتم شايفين اهوت. عملناها برضو زي ما بقول لكم اهو اهوت. ونبدا بقى نقص اهوت اهو. بسم الله كده. ده اللون الاصفر. طبعا احنا قصينا قبل كده اللون ايه، البامبا. هناخد بقى العلامه اللي احنا عايزينها اهو. طبعا التانية كنت قصاها معاكم وهي متنية، ودي بقصها لكم وهي مفتوحة اهي. حطوا معاها ده اهو عشان تبقوا شايفين. يلا نقص التانية بقى رصاص. يلا نبدأ نقصهم كلهم بقى اهوت. اهو. ابقى انا كده قصيتهم كلهم. هبدأ افتح بقى، ولو ما فتحتش عادي انتوا كده تفتحهم عشان اوريهم لكم. بس احنا كده كده هنشتغل اصلا على متني، هي متنية اهيت. هبدأ اجيب دي احطها هنا ودي احطها هنا كده اهوت تمام اهو.
وهنلزقها ايه بمسدس الشمع. نجيب مسدس الشمع اهما، شايفين؟ هحط الشمع هنا اهي، واحط دي عليها اهو. تمام. طبعا لزقتها زي ما قلت لكم اهو. هنبدا بقى نعملها كده. طبعا نعملها كده ازاي هقول لكم بقى. هجيب الشمع برضو المسدس بتاعي اهو، واحط ايه اهي. تمام اهوت. طيب نعمل ايه بقى تاني؟ نجيب واحده من البامبي برضو اهو، ونعملها زي ما احنا عملنا التاني اهوت، زي ما انتم شايفين اهو كده. انا بنضف المسدس. تمام اهي. وهجيب دي طبعا احدد معايا الحدد اهو فين النص اهوت. هعملها على اساس ان انا اجيب النص. حددته معايا اهو اهو. حددنا النص لما طبعناها عملت لي النص اهيت زي ما انتم شايفين اهو. هرجع اقلبها لجوه تاني واعمل لها الحداده بتاعتها اهو وانزلها. طب هعمل بقى هنا ايه؟ هحط نقطه لزق اهوت اهي زي ما انتم شايفين نقطه اللزق اهي، وهبدا احط دي هنا في النص. تمام. بقى كده برضو معايا اهوت زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى اهو اهو. شايفين المنظر اهو. كده المنظر روعة من الجمال. ولون تاني كمان واحطه كده. طيب هي كده واضحة. هحطها لكم بقى على ورقة وفتحة كمان عشان تبان اكتر اهوت. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر عامل ازاي اهو. وهكمل بقى معايا كله كده بالطريقة دي. الشغل اللي عندي هنا ده كله اهو هكمله كلته كده اهو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.